في برضه حاجة اسمها العشوات اللي هو الأكل، وده طبعًا صحاب العريس بيبقوا قايمين بالواجب. So my next question is, why should Egyptians understand more about Nubians and our history? النوبة جزء أساسي من تاريخ مصر، إن المصريين يبقوا لمّا يكونوا فاهمين أكتر عن النوبيين هيبقى عندهم تنوُّع ثقافي أكتر. المفروض إن هي مصر عبارة عن لوحة مليانة ألوان اللي هي يعتبر الثقافات واللهجات، ولازم المصريين يكونوا عارفين عنه يعني. هي من أحلى الألوان اللي موجودة في اللوحة الفنية بتاعة مصر. Nubians are popular for our weddings. Our weddings are big parties, right? So can you tell me a little bit about the aris and the arusa, the bride and the groom? Yeah, the groom. Okay, you tell me about the groom. Okay. تمام. بالنسبة للعريس في الفرح، إحنا عندنا مثلًا الفرح بيبقى عبارة عن يومين أو 3 أيام. العريس طبعًا بيبقى أصحابه موجودين معاه، بيحط حنة، ده شيء أساسي في الإيد وفي الرجلين. غير إن الحنة نفسها في حاجة بتتحط معاها بحيث تخلّي الحنة شكلها أجمل أو اللون بتاعها أقوى، اسمها محلبية. بتتحط مع الحنة كده وقت العجين، وبتتحط في الإيد قبل ما بيتحط الحنة. بيبقى في أغاني تراثية قديمة جدًا، أغاني نوبية تراثية دي بتتغنى للعريس. إحنا بالنسبة لنا طبعًا مش حافظينها، الناس القديمة بس، الناس اللي هي الكبيرة يعني هي اللي حافظة الأغاني دي. وقت ما بيحنّوه بيقعدوا بقى يغنّوا له ده. غير إن اليوم بتاع الحنة ده بيبقى فيه برضه حاجة اسمها العشوات اللي هو الأكل، وده طبعًا صحاب العريس بيبقوا قايمين بالواجب، أو أيًا كان المكان الفرح فين أو الحنة دي فين، في أسوان أو في القاهرة، لأ الناس بتيجي من كل حتة. بيبقى برضه الأعداد كبيرة مش قليلة. أصحاب الفرح طبعًا بيهتموا بضيافة الناس اللي جاية من الأماكن البعيد. بعد بقى العشوات والجزء ده بيبدأ بقى الأراجيد اللي هو الرقص بقى اللي هو بتاع الفرح، الأغاني بقى، عندنا الزي بتاعنا الجلابية والشبشب. إنما العروسة برضه يبقى عندها نفس الكلام، ترسم الحنة ويبقى عندها العشوات وعندها كل حاجة. فبعد ما بيخلصوا، العريس بقى بالليل بيروح عند المكان اللي هو يبقى فيه الحنة، اللي هو قريب من بيت العروسة. بيبقى العريس والشباب صحابه والقرايب وكده بيروحوا بقى يحتفلوا مع العروسة يعني. ويبقى في أوقات مفيش وقت محدد إن إحنا مثلا نبدأ ونخلص، لأ إحنا عندنا مفتوح، بنبدأ وقت ما نبدأ وبنخلص وقت ما بنخلص، سواء كان في فنانين موجودين أصلا أو مجرد دي جي. So given all of this history that you've shared and, teaching me more about Nubians, thank you so much. Do you have any advice for Nubians abroad or Nubians who are outside of Egypt who just want to learn more about preserving the culture and preserving the history? بالنسبة للنوبيين اللي عايشين بره مصر، لازم يبقوا على قد ما يقدروا ان هم يحافظوا على العادات والتقاليد بتاعتنا واللغة بتاع الأكل بتاعنا. يحاولوا يبقى في تجمعات للنوبيين بحيث ان هم يقدروا يتواصلوا، يفضلوا فاكرين العادات او التقاليد. غير ان هو المفروض يعني يجوا مصر بقى بحيث يرجعوا تاني للقرى بتاعتهم او البلد بتاعتهم الأساسية، يعيشوا شوية في النوبة بحيث تفكرهم بالنوبة القديمة، لو هم كانوا اصلا في مصر وبعد كده سافروا، او هم لو اول مره يجوا مصر. هم لازم يجوا ويشوفوا التطورات دلوقتي بقى، ايه الجديد، ايه المختلف عن زمان، ايه حاجات هم اصلا ما يعرفوهاش، فلازم يبداوا يعرفوها يتعلموها. ما يبقاش ان هو اسمه نوبي بس، ما يبقوش ان هم نوبيين وبس، لا يبقى نوبي وعارف بقى عاداته وتقاليده. So you heard that, everyone, you need to come back to Egypt if you've been outside of it. Nubians, you need to come visit home. And you need to remember the language. Yes. They should come to Egypt. Come to Egypt and support Nubians and come to Aswan and visit and just learn more about who we are as a people. And it's important to pass that down to our younger generations as well. So, thank you.